التطورات حتى اللحظة في درعا. لكم ولكل السادة المستمعين، جرت اشتباكات عنيفة في عتمان، حيث ما زال الجيش الحر مستمرا بحصار حاجز الكازية العسكرية، حيث جرت اشتباكات عنيفة استعملت بها عدة صنوف من الأسلحة. وفي حي المشية بدرعا البلد كان هناك تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجيشين، وجرت اشتباكات بالقرب من السرايا في درعا المحطة، وكان هناك تصدي لمحاولة تسلل فاشلة لقوات النظام على الحي الشرقي في مخيم درعا. وفي الشيخ سعد الاشتباكات ما تزال مستمرة إلى هذه اللحظة على حاجز الإرشادية، وما يزال جيشنا الحر يسيطر على محيط الحاجز ويقطع طرق الإمداد، وكما يحاصر كتيبة الدبابات القريبة من البلدة، وتم تدمير دبابة هناك على أيدي أبطال الجيش الحر. ودك حاجز الصوامع بمنطقة غرز بقذائف الأربجية وحقق إصابات مباشرة، واستهدف الرتل الذي أتى تعزيزا إلى السجن المركزي وبعد انتشاره على الطريق الزراعي في منطقة غرز. وفي إزراع قام جيشنا الحر البطل بقصف الفوج 175 واللواء 12 بقذائف الهاون والمدفعية، محققا إصابات مباشرة ردا على قصف قرى بلدات حوران من هناك. وتم تفجير دبابة جنوب اللواء 12 اثر انفجار احد الالغام التي زرعها الجيش الحر في المنطقه. قوات النظام ما زالت تقصف بعنف داعل والشيخ مسكين والمزيريب والشيخ سعد والنعيمه وعتمان وبصر الشام ومحيط الاشتباكات في منطقه غرز. شكرا لك محمد العاوي، كنت معنا من درعا على كل هذه المعلومات.